السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي معانا وصفة الفول المدمس في البيت بأحلى طريقة وأسهل طريقة. عندنا كيلو فول منقوع لمدة ساعتين، وعندنا هنا فول مدشوش برضو منقوع. دلوقتي هنحط الحلة فيها مية على النار وهنحط فيها الفول. دلوقتي هنحطه في الحلة على النار بعد ما تنقع كويس عشان يستوي بسرعة. بعد كده هنحط الفول المدشوش برضو ربع كيلو على كيلو الفول، ده بيخلي لونه حلو، بيعملوا قوام. وبنحط معلقتين عدس مغسولين برضو بيخلوا لونه جميل. وبنحط طماطم وبصل وبنعصر عليه ليمون عشان ما يسودش ويديله فيتامين سي عشان يبقى مغذي. والفول المدشوش ده بيعمله قوام حلو، بيفتح لونه كمان. بنعصر دلوقتي وبنحط كركم عشان يبقى اللون جميل زي ما حضراتكم شايفين، وقيمة غذائية عالية. بنقلب وهو على النار، وبعد كده بنغطيه ونسيبه على نار هادية يستوي بقى زي ما هو عاوز. ياخد له بقى ساعتين 3 كده. استوى بعد ساعتين 3 زي ما حضراتكم شايفين كده، بقى زي الزبدة. يستاهل بقكم. دلوقتي هنغرف بقى ونشوف بقى ايه مدى الطراوة بتاعته. شوفوا ايه رأيكم في اللون؟ لون مشمشي اهو جميل، احسن من الفول اللي بره وانضف. نهرسه طبعا الاول عشان يبقى سهل على المعدة في الهضم. شايفين اللون وزي الزبدة ازاي؟ نحط التوابل، ملح، حبة شطة، كمون، وبنقلب. شوفوا بعملكوا زي الراجل اهو، جايبه طبق سلستيه وبدعك الفول اهو زي الراجل. بنهرسه كويس، بنجيب طبق التقديم بنحطه فيه زي ما حضراتكم شايفين كده. وعشان يبقى اصفر كده وحلو بنحط معلقه كركم. بعد ما يستوي كده بنحط تقليبه في الحل. بنعصر عليه ليمونه عشان فيتامين سي طبعا. بنزوقه بالطماطم والفلفل عشان القيمه الغذائيه واللون يبقى شكله جميل كده. ايه رايكم؟ تاكلوا وحبه زيت طبعا على الوش، وتاكلوه بالهنا والشفا. ينفعكم في سحور رمضان وفي الفطار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.